مريض المرارة يصوم ولا لأ؟ وجع في الجنب اليمين، تقل بعد الفطار، غثيان مع الأكل الدسم. ناس كتير في رمضان تحس بالأعراض دي وتقول أكيد الصيام مش مناسب ليا، وساعات العكس، ناس تقول الغريب إن المرارة ارتاحت في الصيام. فالسؤال المهم، هل مريض المرارة يصوم ولا الصيام ممكن يزود النوبات؟ ولا الإجابة مش واحدة لكل الناس؟ تعال نعرف في الحلقة دي إيه المناسب لمريض المرارة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية الكريمة مش بتتكلم عن رخصة مؤقتة، دي بتحط مبدأ ثابت في العبادة. ربنا سبحانه وتعالى ما شرعش الصيام عشان الإنسان يتعب أو يعيش في ألم متكرر، شرعه عشان يصلح مش عشان يضغط. اليسر هنا مش تهاون، اليسر وعي وفهم الحالة واختيار اللي يحافظ على النفس من غير ما يضيع معنى العبادة. عشان كده الصيام مش قالب واحد لكل الناس، الصيام بيتغير حسب حال الجسم. مريض المرارة لما يصوم بطريقة هادية وفطار متدرج ودهون محسوبة، ده صيام داخل في معنى اليسر. ولما الصيام يتحول لنوبات ألم حقيقية أو إجهاد واضح، فالتخفيف أو الفطر هنا مش خروج عن العبادة، ده التزام براحة، لأن العبادة الصح ما تكسرش الإنسان، العبادة تنظمه وتحميه. طيب يعني إيه مرارة أصلا؟ المرارة عضو صغير جدا لكن شغلها مهم، هي مخزن للعصارة الصفراوية اللي الكبد بيطلعها طول الوقت. العصارة دي وظيفتها الأساسية إنها بتكسر الدهون وتهضمها. طول ما مفيش أكل دهني داخل، المرارة بتكون في وضع هدوء، وأول ما ناكل أكل فيه دهون المرارة تنقبض وتطلع العصارة دي على الأمعاء عشان الهضم يتم بشكل صح. المشكلة بتبدأ لما الانقباض يحصل بعنف أو فجأة، زي اللي بيحصل بعد فطار تقيل أو مليان دهون. ساعتها المرارة تتشد جامد ويطلع الألم أو المغص، وده اللي يخلي الناس تحس إن المرارة تعبانة، مع إن المشكلة غالباً في طريقة الأكل مش في العضو نفسه. طيب الصيام بيعمل إيه للمرارة؟ أثناء الصيام المرارة بتكون في وضع راحة، مفيش أكل دهني داخل ومفيش انقباضات متكررة، علشان كده ناس كتير بتحس براحة طول فترة الصيام. لكن الراحة دي ممكن تضيع أول ما الفطار يكون تقيل أو مليان دهون. إمتى الصيام يريح المرارة؟ يريحها لما الفطار يكون متدرج والأكل بسيط والدهون محسوبة ومفيش هجوم مفاجئ على الجهاز الهضمي، ساعتها المرارة بتشتغل بهدوء ومن غير أي تقلصات مؤلمة. طيب إمتى الصيام يتعب المرارة؟ يتعبها لما يحصل حرمان طول اليوم وبعد الأذان يدخل فطار تقيل، مقليات، سمنة، لحوم دسمة وحلويات بدري. الانقباض المفاجئ للمرارة هنا يعمل مغص ونوبة ألم، وده اللي يخلي الناس تربط ما بين الصيام ووجع المرارة. مريض المرارة يصوم إمتى؟ يصوم لو حالته مستقرة، مفيش نوبات ألم متكررة، ويقدر يلتزم بأكل هادي ومتوازن، ويصوم بعقل ويفطر بهدوء مش بتحدي. طيب إمتى يفطر؟ مريض المرارة يفطر لو النوبات شديدة أو الألم متكرر أو في التهابات حادة أو الطبيب نصحه بكده. هنا الفطر أمان لأن الجسم مش محتاج ضغط إضافي. الخلاصة، مريض المرارة مش محتاج يحارب جسمه، محتاج يفهمه. الصيام لما يتاخد بهدوء وتنظيم يبقى راحة، ولما يتاخد بعنف يتحول لمشكلة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم 20. سلام عليكم.